على الهاتف معنا الكاتب الكبير لويس جريس، الكاتب والمفكر والأديب. مساء الخير يا فندم. مساء النور. يعني مبروك لأقباط مصر اختيار راعيهم الجديد، والحمد لله ان يعني وسائل الاعلام كلها استطاعت ان تنقل هذا الحدث واهتمت به، ليست مصر فقط ولكن كل بلاد الدنيا. مراسلين اجانب وراديوهات وتلفزيونات من جميع المحطات كانت موجوده، والحقيقه كان مشهد جميل ورائع، وخاصه تلك الطقوس التي مرت بها عمليه الانتخاب، والتي قدمت نموذجا طيبا يحتذى به في ان الامر متروك لله وحده، ان تكون هي يد الله هي التي تمتد قبل يد الطفل لاختيار الراعي الجديد. كل هذه الامور كانت يعني الحقيقه تحدث في الماضي ولا يراها احد، ولكنها اليوم تحدث ويشاهدها المصريون وغير المصريين، يشاهدها الناس في جميع بلاد العالم. فهذا يعني وضع لمصر جيد جدا، لأنه ينبئ عن أن مصر بلد الحضارة وبلد التقدم وبلد النماذج القديمة والجديدة في تقديم ما تقدمه للبشرية من أمور كثيرة. فإذا كانت مصر قدمت الحضارة الفرعونية والحضارة الرومانية والحضارة الإغريقية والحضارة القبطية والحضارة الإسلامية، فهي اليوم تقدم نموذجا تقدمه الكنيسة الوطنية المصرية في العملية الانتخابية لاختيار الراعي الجديد للشعب القبطي في مصر. الكاتب الكبير لويس جريس، حضرتك شايف ايه هي اهم التحديات والمعوقات اللي هتقابل البابا الجديد؟ يعني هو الحقيقة البابا الجديد له توجهات طيبة جدا معروفة عنه قبل أن يصبح بطريركا، وهي أنه يهتم بالتعليم، وأنه يدعو أبناء الكنيسة إلى أن ينخرطوا في الحياة اليومية بالمصريين، وأن لا يبتعدوا عن الدخول في الحياة المصرية. فالبابا تودروس الأول يعني هتكون له ميزة. هذه الميزة أن لأول مرة يحضر يعني رئيس الجمهورية حفل تنصيب البابا. لم يحدث أن حضر هذا في تنصيب البابا كارلوس أو البابا شنودة، ولكن البابا تودروس الأول يحضر عيد جلوسه يوم 18 من نوفمبر السيد محمد مرسي رئيس جمهورية مصر. وهذا أمر هام جدا يجب أن ينتبه إليه الجميع، أن يحضر رئيس جمهورية مصر حفل تنصيب بابا وبطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية. هذا بداية مبشرة جدا لعلاقة طيبة بين القصر الجمهوري وبطريركية الأقباط الأرثوذكس. صحيح أستاذ لويس، يبدو كمان ان احنا في مصر في مرحلة من يعني الأرقام الجديدة، البابا الأول والرئيس الأول المنتخب والرئيس الإخواني الأول، ويعني في مرحلة تسجيل لأرقام، مرحلة جديدة نستبشر فيها خيرا في أن تنتقل مصر من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم. طب ده يخليني يا أستاذ لويس أسأل حضرتك يعني تصورات حضرتك عن العلاقة بين الكنيسة والنظام الحاكم في مصر. هو شوف، يعني انت عارف ايه، يعني مسيطرين او غير مسيطرين، هو ما يطالب به المصريون سواء كانوا مسلمين او اقباط او مسيحيين، يعني اقصد بيطالبوا بحاجة واحدة، ان يكون هناك دستور متوازن عادل يلبي طلبات المصريين.
في أن نحصل على دستور وهو عقد اجتماعي بين المواطن وبين الدولة، وأن يطبق القانون. هذه هي التحديات الأساسية أمام كل من يتولى القيادة في مصر، سواء على المستوى المدني في رئاسة الجمهورية أو على المستوى الديني في بطريركية الأقباط الأرثوذكس أو في مشيخة الأزهر الشريف. ده ما نتمناه، لكن تصور حضرتك، وحضرتك كاتب كبير ويعني وأديب ولك رؤية للأحداث اللي جاية يعني، فتصور حضرتك عن طبيعة العلاقة، هل ممكن تكون علاقة سيئة، علاقة جيدة جدا؟ نتمنى طبعا. السيناريو حضرتك يعني تستقر لما بقول لك انه السيد رئيس الجمهورية سيحضر حفل التنصيب لأول مرة، اعتقد ان العلاقة ستكون طيبة جدا وفي منتهى السلاسة، لأننا نتحدث وطن واحد لمواطنين إخوة أحباء، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، سواء كان لونهم أبيض أو أصفر أو أحمر أو أخضر، سواء كان جنسهم أنثى أو ذكر. هذا هو ما نطالب به في الدستور، وهذا ما نتمنى أن يتمخض عنه الدستور، وأن يسود القانون بين المتعاملين في مصر، سواء كان هذا القانون يعاقب المسيء ويثيب الذي يحسن العمل. صحيح. توصيات الكاتب الكبير لويس جريس للبابا الجديد بشأن الملفات اللي هقولها لحضرتك ديت، بشأن أول ملف هو الفتنة الطائفية، إيه توصيات حضرتك للبابا الجديد في هذا الموضوع؟ الفتنة الطائفية كما ثبت أنها كانت من فعل رجال الأمن الدولة، فلا توجد فتنة طائفية. فالمصريون يا عزيزي، المسلمون والأقباط يعيشون في عمارة واحدة، ويسيرون في شارع واحد، ويستعملون نفس وسيلة المواصلات، ويتزحمون للذهاب إلى الجنازة أو إلى الزواج. إنهم يعيشون مع بعض، ولا توجد علاقة طيبة بين المسلم والمسيحي كما هي العلاقة بين المسلم والمسيحي. نحن نختلف عن كل بلاد الدنيا، نحن نختلف عن المسلم والمسيحي في الفلبين، نختلف عن المسلم والمسيحي في نيجيريا. المسلم والمسيحي في مصر نسيج واحد، لأنهم من أصل واحد. هناك من اختار أن يصبح مسيحيا، وهناك من اختار أن يصبح مسلما، وهذا لا يفسد للود قضية. نعم. كل واحد والدين اللي امتهنه هو سيحاسب عنه أمام ربه في يوم القيامة. صحيح، ولكن لسه مصر أن حضرتك تدي توصيات يعني أو نصايح للبابا الجديد. هي حاجة بسيطة جدا، أن احنا نعمل على دستور متوازن يلبي طلبات المصريين جميعا، مسلمين ومسيحيين، وأيضا أن يطبق الدولة، تقوم بتطبيق القانون بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العقيدة. طب توصية حضرتك للبابا الجديد يعني في التعامل مع الكنيسة والشعب القبطي، هل في حاجات حضرتك كاتب؟ أبدا، ما فيش أي حاجة غير الرعاية الصالحة. أنت عارف، لما أنت عارف ده يعني ده هو يعني كل ما ذكر في الإنجيل عليه أن يقوم بتطبيقه. تمام. وفي مقدمتها الله محبة، وأيضا أحسنوا إلى الذين يسيئون إليكم، أحبوا أعداءكم. يعني تعرف المسيحية فيها حاجات كثيرة جدا نرجو أن نتعامل بها وأن تسود بيننا المحبة. وزي ما قلت لك، العلاقة بين المسلم والمسيحي في مصر لا تحتاج لا البطريرك ولا لشيخ أزهر، فالمسلمون والمسيحيون يعيشون في منزل واحد، ويسيرون في شارع واحد، ويذهبون إلى الجنازات والزيجات، ويحتفلون في المناسبات مع بعضهم. نموذج المصري والمسيحي في مصر يختلف عنه في أي بلد أخرى من بلاد العالم. صحيح. آخر سؤال، وأنا عارف إن أنا أرهقت حضرتك، بس ده طبعا يعني إن أنا أطول مع حضرتك أكتر وقت ممكن، وأستفيد من حضرتك والمستمعين كمان عبر راديو أرابيسك في كل أنحاء العالم يسمعوا الكاتب الكبير لويس جريس معانا النهاردة.
أستاذ لويس، كان في بعض، لا أخفي عليك سرا يعني، إن بعض المسلمين أو بعض الناس كانت خايفة شوية من الأنبا توادرس، لأنه يعني عرف عنه إنه شديد وحازم، وكان في بعض مخاوف من الصدامات أو مثلا يعني يحصل احنا محتاجين لحد يكون حازم في الحق وشديد في الحق، ولكن إذا كان حازم وشديد في الغلط محدش هيبقى معاه. نحن نريد الحزم والشدة في الحق. شاكرين الكاتب الكبير لويس جريس على المداخلة الجميلة، وألف مبروك، وإن شاء الله يكون مرحلة يعني جزيلا. أفضل من كل المراحل السابقة. شكرا، وإن شاء الله يعني مصر تصل إلى ما تصبو إليه في ظل الرئيس مرسي والأنبا تودروس الأول. شكرا ليك يا فندم. شكرا جزيلا.